بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنقدم فيها وهنعمل فيها مع بعض سلطه البطاطس المشطشطه بطعم حلو وجميل زي ما بناكلها في المطاعم. هقولك على ازاي نعملها مع بعض ونقدمها جنب اكلات بطريقه سهله وبسيطه. وكمان لما نرش عليها كمان رشه من البقدونس كده بتديها طعم حلو ومميز. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. سلطة البطاطس سهلة وسريعة، ونقدمها جنب طبق كبدة، جنب طبق مكرونة، تاكليها بعيش، تاكليها بمكرونة زي ما بتحبي بتفضلي. بس يلا في الاول كده اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر لو انت لسه مشتركتيش، وشيري لي الفيديو مع كل اصدقائك واصحابك لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. اول حاجه كده هجيب القطاعه بتاعتي واجيب عندي هنا 4 حبات من البطاطس، هقطعهم مكعبات. وكميه البطاطس هنا بتكون مفتوحه حسب رغبتك، عايزه تعملي حبتين 3 حسب عدد افراد اسرتك وحسب عايزه تعملي كميه قد ايه. فانا تقريبا هنا هعمل نص كيلو بما يعادل 4 حبات من البطاطس، وهنقطعها مكعبات لا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي، علشان لو هي كبيره بتكون شكلها حلو قوي في التقديم، وكمان الصغيرة بتنهري معانا لان احنا هنديها سلقة في المية. قطعت البطاطس بتاعتي مكعبات حجم وسط، ويلا نشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. بعد ما قطعت البطاطس بتاعتي مش هحط لها لا ملح ولا اي حاجة، هاخدها كده وعندي حلة على النار فيها مية بتغلي، هحط فيها معلقة كبيرة كده من الملح لان انا هكتفي بالملح اللي موجود في مية السلق. وهنزل بعد كده بقى البطاطس بتاعتي تاخد سلقة. انا عايزة البطاطس هنا تنسلق كويس جدا، لا نص سلقة ولا 3/4، انا عايزاها تقريبا 95% من السوى، بحيث ان هي ما تتهريش معايا وفي نفس الوقت ما تكونش لسه ما استوتش. فهنا انا بشوفها لقيتها ان هي كده خلاص السوى بتاعها تمام، هاخد اصفيها ونركنها على بعض على ما نعمل الصوص اللي هنحط فيه البطاطس دي. عندي معلقة كبيرة من الخل الابيض بتاعنا العادي، هحط عليها كمان معلقة من الزيت، بمعلقة خل ومعلقة زيت نحطهم في بولة كده، ونضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، بطاطس يعني كزبرة، ونحط عليها كمان معلقة صغيرة من الكمون. وبعد كده نضيف معانا كمان كركم وبابريكا، هاخد رشة خفيفة كده من الكركم عشان تديني لون اصفر حلو بالطعم كمان البطاطس معايا، وكمان هاخد رشة من البابريكا. ويا سلام بقى لو مدخنة بيكون طعمها حلو. ولو انت مش هتستخدمي فلفل حامي ممكن تضيفي رشة من الشطة. يبقى حطيت كركم وبابريكا، وابدأ اقلب بقى كل المكونات دي مع بعض مع معلقة الزيت ومعلقة الخل في البولة اللي احنا حطيناها مع بعض. هضيف عليهم بعد كده عندي فلفل الوان اخضر واحمر، والاحمر ده فيه حامي وفيه بارد، وعندي هنا بقدونس وكزبرة، وكمان معلقة من الثوم المهروس. وهبدأ انزل بيهم في البولة بتاعتنا على الصوص اللي احنا عملناه في الاول مع معلقة الثوم، ونبدأ نقلبهم كويس جدا مع بعض عشان يشربوا مع بعض. هتلاقي الريحة طلعت ريحة جميلة جدا، وانا بحب اضيف لها بقدونس مع البطاطس بيكون بتدي طعم حلو. بعد كده عندي البطاطس بقى اللي انا سلقتها وصفيتها من المية بتاعتها، بس ما غسلتهاش عشان انا عايزة الملح بتاعها يفضل زي ما هو، وهي لسه سخنة كده ننزل بيها على الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض ده، واديها تقليبة ونسيبها بقى مع بعض تاخد وتدي مع التتبيلة دي. هنلاحظ هنا ان احنا ما حطيناش ملح لان انا اكتفيت بالملح اللي موجود في مية السلق. لو انتي حابة تزودي لها شوية ملح، لو لقيتي طعمها مش ملحها مش مظبوط ممكن تزودي لها رشة من الملح. وبعد كده بقى بنضيفها في طبق التقديم، وهرش عليها رشة من البقدونس غير اللي احنا كنا حاطين كزبرة وبقدونس في الاول. ولو حابة تستغني عن اي حاجة فيهم ما بتحبهاش براحتك. والفلفل الاحمر ده فيه حامي وفيه بارد، ولو انت عايزاها باردة خالص ممكن تضيفي فلفل الوان فقط، فلفل رومي ما يكونش حامي. وبكده حبايبي خلاص تكون وصفتنا النهاردة خلصت. وصفة سهلة وسريعة تقدميها جنب طبق كبدة، جنب طبق مكرونة، تاكليها بعيش، تاكليها بمكرونة زي ما بتحبي وبتفضلي. في نهاية الفيديو اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة سهلة وسريعة. متنسينيش باللايك والشير. مع السلامة.